صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. بسم الله، مساء الخير عليكم خياتي ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه افضل صلاه وازكى تسليم. ووليت لكم خياتي جبت لكم معايا في هذا الفيديو وصفه تاع المبسس، وصفه بزاف بنينه، وصفه هايله، وصفه تجوزوها مع قهوه حليب، تجوزوها مع الشوربه، وصفه بزاف اللي تسلك في هاد الايامات تاع الشتا. نبداو على بركه الله نقدموا الوصفه تاعنا كيما شفتوني. درت بلي ميزور، حطيت 4 لي ميزور تاع سميد متوسط، وفي كل ميزور حطيت معه مغرفه كبيره تاع الماكله فارينو. زدت حطيت مع 2 مغارف كبار تاع الماكله سكر عادي، حطيت مغرفه تاع القهوه ملح والملوحه، كل واحد كيفاش يحب المتقبه تاعو تاع الطاجين من المبسس الطاجين كيفاش يجي يحبوه مالح. زدت حطيت مغرفه كبيره تاع الماكله سانوج، وهذا شيء اختياري يجي بزاف بنين بالسانوج. كي حطيت كامل هاد المكونات يعني الجافه حركتهم مليح حتى دخلت الفارينه مع السميد والسكر والملح والسانوج. باش نزيد الكيله تاعي تاع ليدام اللي كنت حطيت كيله غربع، يعني ميزور غربع تاع زيت عادي، ومن بعد كملت 4 كيلة بزيت الزيتون، تجي بزاف بنينه بزيت الزيتون. ومن بعد كي نزيد ليدام نبدا نحك حتى ندخل كامل هذاك ليدام مع السميد، نحس باللي بسستو كامل بالسميد. وهذا هي الخطوه الاساسيه باش تنجح لنا الوصفه تاع المبسس. حكيه مليح بيدك حتى تضمني باللي ليدام كامل دخلنا في هذاك السميد. باش نزيد الكيله تاعي تاع الماء اللي كان ما دافي باش ينجح لنا تاني المبسس تاعنا. نزيد الماء تاعنا تدريجيا حتى نطم العجينه تاعي، وإلا كان خصها تقدروا تزيدوا، الا كان ما يخصهاش ما تزيدوش. كيما انا درت كيله كومبلي ومن بعد زدت تقريبا كيله غير 4 كيله تاع الماء. هنايا كل واحد على النوعيه تاع السميد تاعها، كل واحد على حسب يعني القوام تاع العجينه في يدها. حاب يقول نهار اللي تعرفي بلي العجينه تاعك شمختيها مليح بالماء ما تجريهاش بزاف، مي بصح كيما نعرفوا السميد تاعنا يشرب الماء. كي تشمخيها مليح وتنطم العجينه تاعك، حطيها بجهه، غطيها شويه برك لو طون اللي توجدي البلون دو طرافاي تاعك اللي تفتحي فيه العجينه تاعك. هنا كيما شفتوني حطيت في البلون تاعي شويه سميد موايا ولا سميد رطب، هذا شيء اختياري. حطيت كميه تاع العجين كيما كتشوفوا، مانيش نخدم بالحلال، نسويها بيدي مليح، نعطي لها شكل شباب. ديريها دويره ولا يعني القرصه تاعك تكون مدوره، ولا كيما راني ندير انا شكل مربع. المبسس تاعنا يجي شويه خشين بارابور الكسره فطير تاعنا ولا الخسيس، حب يقول يجي شويه خشين باش يعطينا هذيك النتيجه اللي نسحقوها في المبسس. هذا هو الاختلاف اللي يكون بين الكسره وبين المبسس. هنا عطيت لها شكل مربع ومن بعد حكمت غير بالموس. هنا تقدري تستعملي الطابع تاعك، هذا شيء اختياري. راني كما كتشوفوا راني نقطع، نحيت لها الحواشي اللي راهم مخسرين يعني مشقوقين باش نعطي لها وجه الشباب في الحواشي. ومن بعد ناخذ الموس تاعي ونقطع مربعات. الاشكال هذه تولي لك يعني تحبي ديريه مقروطات، تحبي ديريها بطوابع. طاجين تاعي كنت سخنته على نار متوسطه مليح، يعني قبل اول حاجه حطيت الطاجين تاعي يسخن على نار متوسطه. قبل ما نحط المبسس تاعي فوق الطاجين نكون هديت للنار باش نضمنوا باللي الكسره تاعنا ولا المبسس تاعنا عفوا يطيب لنا مليح حتى للقلب، يعني يجينا طايب مليح من الداخل ويحمر لنا ويعطينا وجه شباب من برا. كما راكم تشوفوا في كل مره نوجد حبه نزيد نسقمها ونسويها مليح باش نحطها فوق الطاجين. نخليها قلت لكم طيب على نار هاديه بعد ما كنت سخنت الطاجين تاعي مليح. درت الحبات الاولانيين ونزيد ندير معاكم حبات واحد اخرين والمبسس تاعنا يكون واجد. قلت لكم وصفه بزاف هايله توالم في هاد لا سيزون تاع الشتا. ومنين داك مليح كنوعوا في الوجبات اللي نقدموهم مع القهوه حليب ولا هكذا باش تعلموا ولادكم ياكلوا كلش. خياتي نخليكم تتبعوا الفيديو ونعاود نولي لكم. صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما
السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله. كما راكم تشوفوا بعد ما وجدت كونتيتي نبدا نطيبهم. قلت لكم بعد ما تكون النار متوسطه على الطاجين يسخن الطاجين مليح، من بعد نروح نهدي النار ونحطهم يطيبوا على نار هاديه ونقلبهم. يعني استعملوا اي حاجه اللي تقدروا تقلبوا بها باش ما يتفتتش وما يتكسر لكمش في الطاجين. وهنا الوصفه تاعنا بعد ما وجدت هذه في نهايتها وفي شكلها النهائي بعد ما طابوا. وصفه بزاف بنينه، وصفه هايله، وصفه تجي خفيفه. زيت الزيتون شيء اختياري، اللي ما يحب زيت الزيتون يقدر ما يدير زيت الزيتون، يدير غير زيت سونغو. هناني نوري لكم كيفاش جا مبسس ومفتت. خياتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم يعطيكم الصحه. شكرا على تفاعلكم، شكرا على لي كومونتير لكم تخلوهم لي. اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد القناه. نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في ساعات خير. احبكم في الله. سلام. صلى عليك الله يا